عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم يعني تقريبا المفروض انه تاني روتين ليا على القناة، لان اول روتين كان لما رجعت شقتي، وانا مش بحب اعمل روتينات قوي يعني، لان طبعا الكل بيعمل كده ومفيش حاجة مميزة في شقتي، خصوصا ان لسه ما جبتش بقية حاجتي ولا كملت فرش فيها. فهنعمل بقى ان احنا داخلين على الشتاء ان شاء الله، دخلت الشتاء. هنمسح بقى، نشيل السجاد بقى واحط وهنحط عليها المفرش السجاد الحافظات وكده، وهنمسح بقى المراوح، لان زي ما هوريكم دلوقتي بصوا المراوح متبهدله متهبهبه خالص، مش عارفه من ايه، رغم ان انا على طول قافله الشباك اصلا، يعني انا فاتحاه بس كده عشان ينور وانا بصور. وحتى دي على رأي جوزي عاملة زي ما يكون كانت في محل بقالة، بتاعت محل البقالة انضف على رأيي. همسح بقى هبدأ بالمروحة، هنزل المروحة دي اول حاجة وامسحها، وامسح الاباليك برضو لان في تراب، والحيطة هلمعها، وبعد كده بقى ايه هظبط الفرش ونشيل السجاد واظبط الدنيا. هنزل المروحة وارجع لكم. نزلتها اهي المروحه بقى، هفكها من هنا كده وهمسحها. طبعا مرحله المسح مش مستاهله ان انا اوريها لكم اهي. هنفك من هنا اهو، نفكناها كده، فاضل واحده ولا اتنين. هفكها بقى اهي، اتفكت كده. طبعا بقى بصوا هي مش في يعني شويه تراب، يعني مش محتاجه نظافه قوي يعني، بس طبعا انا لازم اعين الحاجه نضيفه عشان اغطيها. وبرده شوفوا ده كله بقى هنمسحه بسرعه 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 واخلص وارجع لكم تاني بعد ما تكون نطفت ان شاء الله. يعني هي مش مستاهله طبعا، انا اوريكم هي بقطن، او قصدي بفوطه قطن يعني، او اي قماشه عندك صوفه كده، عشان ايه تلمع الحاجات دي. انا بحب استخدم يا اي حاجه صوف قديمه، يا اما قماشه قطن اللي هي مايكرو فايبر، او الحاجات دي بتنضف احسن، بتنضف احسن من اي حاجه. انا مش هفك اي حاجه تاني، حتى دي مش هفكها، يعني هي مش محتاجه تفكيك، هي هتتنضف كده وهي هنا. هخلص بقى واقفلها وارجع عينها تاني ونشوف هنلبسها كفر ايه بقى معايا، عشان نخلصها بقى ونخش بقى على مروحه السقف عشان نخلص حته حته. انا طبعا شلت السجاد كله من الشقه، وشمسته علشان يتشمس يعني اليومين، نحاول يومين شمس قبل المطر والحاجات كده، والدنيا تمطر والشمسة بتبدأ تمشي في الشتاء مش هتبقى كويسة. فانا عايزة بقى يتشمس بشمسة الصيف شوية او الخريف، وكويس ان الشتاء مش عايز يدخل. انا ما بحبش الشتاء عامة، ولا يعني مش ليا تقول على الشتاء اصلا. فشلت السجاد وفرشت مفارش السجاد مؤقتا، وبعد كده احط السجاد واحط المفارش تاني عليها. هخلص بقى وارجع لكم نكمل سوا. عايزه اوريكم حاجه في طريقه التنظيف انا نسيت اقول لكم عليها. انتي بتروحي ماسكه دي اللي هو الجزء ده ورمياه كده، او على الناحيه التانية كده. بصوا اللي بينزل اهو. وطبعا انت ممكن تعمليه بالفرشه، بس الفرشه هتقفر دي. انا بقول لك اعمليه في حته في الارض فيها البلاط، وبعد كده هتجيبي الفوطه اللي هتمسحي بيها، تروحي بقى ايه جايباها كده ايه. بصوا ده على الناشف، هتنزلي كل التراب على الناشف. بصوا التراب بيروح اهو، بصوا ده تراب اهو ده كده. ده هي انتوا كده ممكن يعني كده خلاص ممكن تكتفي بكده، بس انا طبعا مش هكتفي بده. بصوا بقى اللي نازل تحت اهو. انا بقى ايه حبيت اوريكم بس الطريقه في دي، لان انا هعمل كل المراوح كده، وهروح بقى اجيب بقى من المسحوق اللي همسح بيها وهمسحها وارجع لكم تاني. المروحه بعد ما خلصتها ولمعتها دلوقتي بقى في قرر ان انا ايه مرحله ان انا هلبس الكفر بقى. مش عارفه محتاره ما بين شكلين. انا كنت جايبه لها واحد وعامله لها واحد صراحه، وبعدين جبت واحد تاني، فحسيت انه جيت بجربه يعني بركبه كده بجربه، لقيته شكله حلو هنا، بس ان انا ابدله هوريكم ونختار سوا وانتوا تقولوا لي رايكم. اهو قدامي الشكلين دول، الشكل ده او الشكل ده اللي هو بتاع شانيل ده.
صراحة انا حسيت ان بتاعت شانل لايقة اكتر على المكان. هوريكم الاتنين سوا وتحكموا انتوا يعني. ادي اول واحد اهو اللي هو الشانل ده. بصوا ماشي مع رسمة الاوضة، ماشي مع المكان. بس صراحة انا مش جايباه ليها، انا كنت جايباه لأوضة النوم او اوضة الاطفال او بره يعني، لان ده انا عامله له اللي هو شكل الرموش اللي انا وريته لكم الاول. وغير كده كمان شكله من ورا هوريكم حاجة ان هنا عشان هنا بنقعد كتير نفتح شباك كده معرض للبهدلة. من ورا ده جاهز، انا شاريه جاهز. بصوا من ورا مش جايب الموتور، مش عارفه جاي هنا ولا لا. مش جايب الموتور ازاي، بصوا فمكشوف. فده عايز مكان يعني مثلا ما بتفتحش زي الاوض او كده. فانا هركب بقى ايه التاني برضو هوريهولكم. ده بقى بتاعي الريموش اللي انا عاملاه. بصوا بقى من ورا وصل لحد الموتور ازاي، فمقفله كويس. التقفيل كويس. غير ده يا دوب ايه جاي هنا كده، يا دوب مغطي الوش. الكفرات اللي بتيجي جاهزه من بره يا دوب مغطيه الوش. انما اللي انا عاملاه ما شاء الله سواء اللي هو القماش المستورد او المصري، كله ما شاء الله عليه يعني بيغطي لحد الموتور. وادي ده شكل اللي انا عاملاه اللي هو بتاع الرموش اهو، عشان برضو يعني ايه يكون ماشي مع الركنه والدهان وكده. لان عشان انا لما جبته اعمله بصوا دي الستايل الركنه بتاعتي، فكان ايه نفس الشبه. فانا يعني حتى لو التاني ماشي اكتر هحط ده، لان ده احمر. مفيش حاجه عندي في الشقه تانية حمرا غير هنا، فانا هحط ده مؤقتا لحد بقى ما نبقى نشوف حاجه تانية. يبقى انا كده خلصت المروحه هنا. نخش بقى ايه على نشوف هنعمل ايه تاني. هخش على مروحه السقف. انا هنضفها طبعا. بشوف طرق كتير ان انت تنضفيها من تحت، بتاع مساحه تتعمل بزعافه، الحاجات دي كلها. انا صراحه مش باكل معايا الحاجات دي. لازم اجيب انا عندي السلم الحمد لله جايباه معايا في الجهاز، فهجيبه وهلبس همسحها. لازم اشوف من ورا ومن قدام. ما مقتنعش انا بالتنظيف العشوائي اللي انا مش شايفاه ده. همسحها بقى وانضفها والبسها الكفر وارجع لكم تاني. طبعا انا مش مستاهله ان انا اوريكم انا بعمل ايه. اكيد هشيل التراب الناشف وبعد كده همسحها على المبلول والمعها وبعد كده هلبس الكفر. وطبعا الكفر زي ما قلت لكم اللي هو الكفر ده زي ما قلت لكم قبل كده، ده كفر اللهم صل على النبي، اللي هو اللي عامل بالقماش اللي عامل زي الفازلين او الجوخ ده، علشان انا اصلا ناويه اغيرها وهجيب نجفه. وانا عندي كده كفرات كامله من اللي انا بفصلها. بس يعني انا جاي حاطه ده مؤقتا، يعني انا ممكن افصل لها كفر وكده، بس انا حاطه ده مؤقتا على ما ان شاء الله يعني قريب ان ربنا يعيننا ونجيب النجفه وكده. هخلص بقى المروحه دي وارجع لكم تاني بعد ما تكون نطفت بقى، واوريكم ايه الشكل بعد التنظيف بقى. ادي المروحه اهي يا بنات خلصتها لما قطعتها من فوق لتحت. بصوا الجناح او الاجنحه عامه، البهدله اللي كانت فيها اللي عامله زي مروحه البقال. كل ده كان بخار من الكتمه والقفله. نطفت اهي وبقت بتلمع. زي ما قلت لكم انا طلعت على الكرسي وعملتها بايدي. هو انا ما برتاحش للموضوع اللي هو ان انا انضف وانا تحت. ده لازم اكون شايفه الحاجه ومتمكنه منها. على راي جوزي انا غاويه تعب يعني، بس بحب الحاجه تتعمل على اكمل وجه وتكون نظيفه. اصل هي بتتعمل مره في السنه يعني، فمش هكروتها كمان. هلبسها بقى الكفر بتاعها واوريكم بالشكل النهائي بعد ما تلبست. شكلها يا بنات اهو بعد ما لبس الكفر. صراحه بيحافظ عليها جدا، بالذات بقى كمان لو مغطيه الجزء الابيض اللي باقي اللي هو الموتور ده. هو انا علشان ان شاء الله يعني ناويين نجيب النجفه قريب، مش لبستها من اللي هي بتاعه الموتور، او مش جبت لها او عملت لها واحد بمعنى اصح من ده. بس لو لقيت الموضوع هيطول هروح جايبه لها واحد عشان نديرها. صراحه الكفر بيحميها جدا وبيحافظ عليها طول الشتاء. بتفضل نضيفه. يا دوب يجي الصيف اروح شايلها وبس. بيحافظ عليها يعني. انا حتى ده فضلت السنتين بتوعي وانا مش هنا جيت لقيتها نظيفه، ما احتاجتش تتنضف مني. في ناس بتعملها جرايد بس بيبقى شكله مش حلو، في ناس بتسيبها بتتبهدل تاني
وفي ناس علشان حابه تفضل شايفه شكلها بتعملها بالاسترتش، بس انا شايفه الكفر يعني بيبقى موضوع كويس برضو شيك، وخصوصا ان بقوا بيخترعوا منه في جلد وقماش وقطيفه والجوخ والفازلين، قماش الفازلين والحاجات اللي زي كده دي. فيعني انا شايفه ان هو حاجه عمليه جدا يعني موضوع الكفرات ده. شكرا لمخترع الكفرات ده. يبقى انا كده خلصت المروحه دي، والمروحه دي هجيب بقى المروحه العمود هي كمان واعملها بالمره عشان يبقى خلصت من موال المراوح، ولبستهم وكاستهم عشان برضو التراب، والباقي بقى يبقى سهل بعد كده اللي هو تنظيف الارضيه والحاجات دي. هجيب بقى المروحه واعملها برضو معاكم. دي المروحه العمود بقى هعملها هي كمان، هفكها زي ما فكيت التانية. طبعا مش محتاجه اوريكم برضو بتتفك ازاي، هفكها ممكن بالمقشه او ارمي ده في الارض هينزل التراب، وانضفها وافكها من جوه، وهلبسها الكفر بتاعها. دي هتتحط فين، هتتركن فين؟ دي هتتركن في اوضه النوم، فهلبسها الكفر بقى الفوشيا اللي هو الاول واحد اتعمل. المهم هخلصها بالمره بقى عشان كده ابقى خلصت بقى المراوح، مش فاضلش غير بتاعه اوض النوم، هي يعتبر نضيفه برضو، بس هبص عليها بصه عشان البسها الكفر بتاعها برضو. لان التراب يعني احنا اصلا يعتبر مقفلين، وبصوا التراب اصلا يعني شوفوا بيعمل ايه في الحاجه، وانا اصلا على طول مقفله الشقه. فهمسحها بقى واخلصها وارجع لكم تاني. وادي المروحه خلصت اهي، بقت بربرق على رأي اللي بيقول. الحمد لله خلصت خالص خالص اهي، فكيتها كلها ولمعتها. دلوقتي بقى هلبسها الكفر بتاعها الاولاني اهو. لبس ده اول كفر كان عملناه وهو بتاعها اصلا وخلاص، اتلبس ليها تاني. بصوا احنا بنعمل عظمه يا جماعه. ده بقى بصوا لحد ورا يعني الموتور لابس ازاي. هوريكم بقى الفرق كده هنا عملي قدام عينيكم من الكفر الجديد اللي انا شارياه التاني. هو غالي على الفاضي وخلاص، انا متهيألي شاري العبد ولا تربيته. ده انا كنت مثلا ماشيه بيه يعني، لا مش في كل حاجه. هوريكم بتاعه شانيل عامل ازاي عليه. بصوا هو شكله على الفاضي، بس القماشه على فكره نوعها مش قد كده برضو، زي ما كنت وريته في فيديو المشتريات اللي هي القطيفه النايمه دي. وبصوا بقى من ورا، بصوا الشكل بشع. ايه ده بقى؟ طب وده لما يكون في مروحه هنا هتتغطى ازاي يعني؟ انا مش فاهمه، انا مش عارفه اللي بيعمل الكفرات ده كان بيفكر ازاي. احنا ما شفنا الفكره عملناها بحيث ان هي دي الفكره، الكفر يغطي لحد هنا. انا مش يعني بصوا انا هحاول طبعا اضيقه واظبطه. هو شكلي بس زي ما قلت لكم وغالي على الفاضي يعني. ولا انت اعملي الحاجه بايدك، وان شاء الله هنعمل سوا في القناه الطريقه بتاعته يعني. عامه طلع كل الكفرات كده، مفيش كفر موجود على النت من اللي بيبيعوه ده معمول بيبقى كامل للموتور من ورا. ادي شكله، هو شكل بس صراحه، وشكله حلو، شكله حلو في اللبس وكده. بس برضو يعني انا عايزه الشكل واللون يعني. انا ممكن ده ما يمنعش ان انا لو لقيت القماشه مثلا اجيبها واعملها، مش شرط قطيفه، اي قماشه اي حاجه اجيبها واعملها انا عادي يعني. المهم هاخدها بقى اوديها على اوضه النوم، لان هي بتتركن في جنب في اوضه النوم، ملهاش مكان غير كده صراحه. وهنشوف هنعمل ايه تاني. زي ما قلت لكم بقى هخلص من المراوح بقى الاول، فجبت مروحه اوضه الاطفال هعملها وهغطيها برضو بكفر من الكفرات بتاعها. طبعا هفك بقى وهعمل كل المراحل اللي هي مش لها لازمه ان انا اوريها لكم دي، وارجع لكم تاني. قلت اجيب المروحتين بتاعت اوضه النوم بتاعت اوضه الاطفال اعملهم سوا، بدل ما كل شويه اقعد اصور دي لوحدها ودي لوحدها. هخلصهم بقى مره واحده والبسهم كفراتهم واعلقهم، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه تاني. انا خلصتهم اهو بقى هعلقهم. وبعد كده بقى بعد ما اعلقهم بقى ابدا اعمل بقى في المع بقى في الابواب والخشب وكده، وابدا بقى بعد ما اخلص واكنس وامسح يعني. هنشوف المرحله الجايه هنعمل ايه ان شاء الله. انا دي بتاعت اوضه النوم اهي، ودي بتاعت اوضه اللهم صل على النبي، اوضه الاطفال. انا بقى بما اني خلصت الشعلقات كلها والتزعيف وكده، فاضل لي بقى غير النجف. هعمل النجفه دي ونجفه اوضه النوم علشان هيبقى بالمره ده شغل الولاده بتاعتي، لان ان شاء الله يعني فاضل لي شهرين 3 واولد فيبقى الشغل على خفيف يعني. فانا بقى هلمع النجفه، مش محتاجه ان انا اجيب لكم التلميع وكده، هي
هجيب الكرسي واطلع اقف عليها، قصدي السلم، واقف عليه واخلص بقى كده كل اللي فوق، يبقى على قد ايه تنظيف بقى من تحت، تلميع شباك، خشب، الموتيل كده. فانا هعمل النجفه دي، والنجفه دي كمان بتاعت اوضه النوم، عشان اخلصهم. هما دول النجف اللي عندي هنا، والاباليك كمان بالمره، يعني اي حاجه فيها شعلقوبه كده بقى وبالمره، ونخلص بقى وايه ونرجع تاني ان شاء الله. هو هيبقى روتين طويل على فكره، ده مش هيقعد معايا شكله يوم، ممكن يقعد يومين 3 يعني. هخلص بقى وارجع لكم تاني. انا بعمل على مهلي طبعا عشان انا حامل، وربنا يقدرني يعني، ببقى بعمل اكل وكده وشغلي في البيت، بجيب طلبات كده والتنظيف يعني معاه. هنلمع ان شاء الله وايه ونوريكم النتيجه النهائيه بقى. وهجدد ان شاء الله في الفرش، يعني هيبقى في تجديد غير المعتاد بقى. برضو من ضمن التجهيزات الشتوي ان احنا لازم نطلع اللحفه، بس انا مش كنت هطلع دلوقتي اللحفه والبطاطين، بس لولا ان الجو فاجئنا امبارح والدنيا مطرت كان لازم نطلع. لقينا فجأة الجو قلب من شمس كده لهوا وبعدين مطر، فكان لازم نطلع بقى اللحاف وطبعا الكلام ده كان العصر، بعد العصر كده اخر النهار، بعد العصر بحوالي ساعة، فمش لحقنا ان احنا نحطه فوق، ولا كان في شمس. فانا بقى هحطه في الشمس يتشمس، لازم مكان التعقيم التخزين بتاعه لانه يعتبر بقاله 2 سنين. هحطه يتشمس، ياخد تعقيمة كده من الشمسة في البلكونة. طبعا البلكونة اتبهدلت، عايزة كنسة ومسحة محترمة. بصوا الدنيا اتبهدلت ازاي. طين طين طين. لا هي جابتها امبارح لحد ما قالت يا بس يعني. الشمس مشيت على الناحية دي، فانا هحطها بقى الناحية دي، همسح السور والحبال دي علشان بس مكان لو في صدى ولا حاجة، يعني مطلعها بايدي. همسحه واحط اللحاف عشان مش هعرف اتمكن منه وانا بحط، وارجع لكم تاني. ادي شكل اللحاف بتاعه اهو، ده شكله شبه علم مصر، هو والشين. طبعا انا حطاه على السور، انا لسه بقى هحطه هثبته بالمشابك لانه لو كده هيطير. خليه يتشمس بس شويه على الوشين عشان الشمسة بتعقم من حاجه، يعني لو في اي حاجه ممكن من ركنه ولا كده يعني. هو كان محفوظ في شنطته بس برضو، وقبل ما بعينه برضو بحطه يتعقم. بس طبعا لازم الحاجه كلها قبل ما تستخدميها من ركنه، لو مركونه كتير بزيت تتغسل هتتعقم في الشمس. انا نشرت اهو بقى خلاص، هخش بقى اشوف ورايا ايه بقى، اكمل الباقي جوه. المهم ان احنا نلحق الشمس بس تتعقم شويه. انا كده مسحت، خلصت النجفه اللي بره واللي جوه. طبعا مسيح متعب، ومسحت على قد ما اقدر اي كلام كده. هبدا بقى لمع الخشب والستاير والحاجات دي والدولاب وهنا، واخلص بقى وهفرش مفارش جديده. انا شلت المفارش دي صيفي بالنسبه لي، فانا شلتها بقى واغسلها وهحط مفارش تانية هجدد يعني في الاوضه بقى. هلمع الخشب وافرش السرير. لمينا اللحاف من على الشمسة بعد ما تشمس وكده. همسح بقى وهفرش طقم السرير اللي هو بتاعه ده، هو جاي معاه طقم كامل، هوريهولكوا هنفرش كل حاجة سوا. بس هلمع الخشب بسرعة بسرعة وارجع لكم. انا بعد ما لمعت خشب الكومودينو والعسكري والحاجات دي هفرش بقى ايه، هفرشهم يعني. انا بعمل حاجة هفرش. نفضت الستارة ولمعت الخشب ولمعت الشباك والكومودينات وايه بقى، وهفرش بقى الحاجة. انا عندي المفرش ده بقى اللي هو بقول لكم عليه الشتوي، انا بفرش في الصيف وفي الشتاء. المفرش ده كان جاي لي من السعودية، كنت بفرش جاي في الجهاز يعني، كنت داخله بيه. المهم ان المفرش ده المفروض انه قطعتين للكومودينو وقطعة للتسريحة بس كبيرة. طبعا العسكري مش ليه حاجة، فانا كنت جايبة الفوطة دي ومش في المشتريات معكم، مش عارفة يعني قلت لكم مش عارفة هي عجباني وخلاص، ومش عارفة هحطها في ايه. فانا هحطها على العسكري يعني، هفرشها على العسكري. والبجعة الحلوة دي
كنت جايباها برضو في الفيديو بتاع المشتريات بتاع الدباديب والحاجات دي. زي ما قلت لكم ان هي انا جايباها ليا للاوضه، يعني هي عجباني مش للاطفال، لا عجباني. فانا هقلها في الشباك هنا، هجرب كده نشوف هتنفع ولا لا. هعمل هحط لكم الحاجه واوريكم هنعمل ايه. وفي حاجه كمان صحيح، جبت الفانوس ده من بره، من الديكورات بتاعت بره بقى، قلنا نغير نبدل بره، وجبته ادخله الاوضه بما انه ماشي مع الالوان هنا في الاوضه. هنفرشه سوا ونشوف بقى هحطه فين، وهظبط الدنيا يعني وارجع لكم. بصوا الفوطه يا دوب جت على العسكري بالظبط اهي. والفانوس انا حطيته معاها. حطيته هنا، مش عارفه حلو كده ولا ايه رايكم، ولا احطه في طبق مثلا كده، مش عارف. يعني مثلا هوريكم كده حاجه تانية، وقولي رايكم برضو في الكومنتات. اهو حطيته كده. بفكر بقى ايه اعمل، احط له شويه حاجات كده، يعني مثلا زي الورد الزينه ده كده اهو. هحطه واوريهولكوا في الاخر اهو كده مثلا، يعني كده ولا طبق فاضي. شوفوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. ده الورد الزينه، ودي قشر استفندي، قشر برتقال، قشر رمان، عندك اي حاجه زينه ممكن تستخدميها كده. زي ده، وده اصلا مش ورد. ده بتاع قطن، قشرة قطن، هم عاملينها زينة. هبقى ان شاء الله يعني لو عرفت اوصله هجيب لكم طريقته بيتعمل ازاي لو عرفت اجيبه. هو ده الشكل كده اهو. المفرش اهو بتاع الكومودينو. بصوا يعني ايه، مقرب ليه اهو. هخلص بقى فرش باقي الاوضه واوريكم الفرش الشكل النهائي. عايزه اخد رايكم برضو في حاجه، ايه رايكم لو حطيت الورد ده ورا، مش عارفه عامل زحمه مثلا او مش ليه لازمه، مش عارفه. الشكل اهو كده، كده بيه اهو، وكده من غيره اهو. هنشوف برضو في الاخر هعمل ايه وهستقر على ايه. برضو في حاجه عايزه اقول لكم عليها. السبحه دي انا كنت حطاها مع ديكور رمضان والعيد، انا حاسه ان هي مش كيوت كده، مش ماشيه مع الموضوع يعني. ايه رايكم برضو اسيبها كده مثلا ولا اشيلها يعني؟ انا بتهيالي ده ماشي ان هو كده ديكور عادي، انما السبحه بتحط ايحاء ان ده ديكور رمضان، فممكن اعينها يعني لرمضان مثلا، اسيبها لرمضان. شوفوا برضو قولوا لي رايكم يعني، ادوني اقتراحات كده. انا كده بقى ايه، خلصت التلميع الخشب والحاجه، ما بقيش بس غير ان انا هغير السرير. وارجع لكم بقى هلبس الحاجه بتاعته دي. هو جاي معاه الطقومه بتاعته كلها، هفتحها بقى وايه واغيرها. حاجه طبعا متعانه مغسوله، فهلبسها على طول واوريكم الشكل النهائي بقى في الاخر. انا فرشت كده الطقم اهو. دي الدفايه بتاعته اللي جايه معاه، وجاي معاه كمان كيسين مخده وكيسين خداديه. لبست المخده اهي، المخده وشين اهي، وزي اللحاف برضو وش ملون ووش ساد، ممكن تتلبس على الوشين. وبرضو دول المفروض ان هي وشين اهي، كل حاجه فيه وشين. بصراحه اللحاف ده تحفه قوي يعني. انا عندي واحد تاني مشجر كده حبيته، فجبته برضو عشان حلو، انا داخله بيهم الاتنين، بس ده اكتر عشان المميزات اللي فيه. تاني لحاف بطوله يعني. ده بقى دي المخده ده الكفر اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات، بس بقى ايه، مش طبعا مش لاقياله حاجه تمشي عليه غير ان هو ماشي مع دي. بصوا ماشيين سوا كده، النقشه ماشيه مع بعض كده. فانا قلت بقى ايه، هحطه في الاوضه هنا، هحطها في الاوضه يعني اهي كده معاها. ده انا جايبه له الاوضه اصلا اهو. فضلش بقى غير ان انا ايه، افرش اللحاف واحط اللمسه النهائيه والسجاد بقى بعد ما كنسنا ومسحنا ونضفنا اهو. هحط بقى اللحاف عليها وارجع لكم اوريكم ايه اللمسه الاخيره. ادينا فرشنا الاوضه اهي،
مش فاضل بقى غير السجاد، هفرش الارضيه. حتى الكرسي لبسته الكفر بتاعه، علشان زي ما قلت لكم قبل كده هو عاملهولي لون احمر، مش عارفه مش ماشي مع الاوضه خالص يعني. فانا جبت له كفر لون بينك كده عشان ايه يمشي معاها، او فوشيا مش عارفه. المهم ان هو ده اللي لقيته يعني. دي كده خلاص اهو. تعالوا بقى اوريكم انا مخبيه السجاد هنا في الاوضه، طبعا ما حدش يتخيل انا حاطاه فين. انا كنت حاطاه هنا بس عشان شكله، بصوا اهو حاطاه هنا وحاطاه ورا الستاره. الستاره طبعا منفوشه فمش مبينه. هشيل بقى السجاده وافرشه واوريكم بقى ايه الفاينل تاتش. كده خلصت فرش الاوضه، ونقدر نقول بقى مرحبا بالشتاء. ادي خلصت اهو. حطيت الكفر هنا بتاع المروحه اهو، هو ماشي مع الاوضه هنا برضو اهو. اطفي كده. ده بقى ايه شكل الاوضه كده. ايه رايكم؟ رجعت عرايسي تاني. عيد الانوار. خلصنا كده حاجة الحمد لله. نخش بقى ايه على ايه على الباقي بقى. ايه رأيكم في البجعة دي محطوطة فوق راسنا دي؟ وادي اللحاف وادي الفرش. نخش بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هندخل بقى على اوضة الاطفال. الحال مقلوب زي ما انتم شايفين. انا غيرت السراير وغسلت الملايات. هرفع بقى المراتب، اطلع الشتوي واعين الصيفي وكده، واغير بقى واظبط الدواليب والدنيا، وافرش السجاد والم اللعب الكركبه ودي والحاجات دي. وهفرش ملايات جديده. مش هفرش دفايات دلوقتي بقى لسه، طالما ما حدش بينام هنا فبلاش دفايات يعني. خليها ان شاء الله على اول السنه على مولد وكده، لانهم بدل البهدله يعني. خلينا نفرش ملايات وخلاص. انا طلعت طقم برضو ملايات جديده عشان افرشها. هظبط بقى الدنيا هنا واروق اللعب والحاجات دي مكان ابني وشوف طبعا الكراكيب دي مش هتتشال لسه، ما نشوف ربنا يسهل كده بتاعه النيش، لان لسه ما صلحناش النيش برضو. فحاجه النيش مكركبه، فشكلها كده قاعده مقيمه مع ابني هنا في الاوضه. طبعا ده برضو عايزين بقى هبقى انضفه، اعمل له كده في يوم تنظيف وترويق الاوضه عشان استقبال البيبي. وهعمل معاكم حاجه كده طبعا نايم الدبدوب فيه. عايزه ابقى اعمل له كسوه للمرتبه دي عشان هي مش مشمعه، هي ووتر بروف بصوا. فهبقى اعمل لها كسوه. المهم يعني هروق الدنيا هنا بقى واوريكم برضو التقفيل الاخير بعد ما اخلص. فرشت انا السراير بقى خلصتها، وبعدين حسيت ان الجو بدأ يسقع والملايات مش ماشيه كده، فقلت هفرد عليها دفايات كده زي البطاطين. هفردها هنا هطلعها معاكم. دي دفايتين. انا كنت فاكراها بطانيه بس عامله زي ما يكون دفايه. هي دفايات تقيله عامله زي ما يكون بطانيه. هي نوعها المجد اهي. طبعا حاجه المجد تقيله. انا اول مره لسه افرشهم صراحه، مش كنت فرشتهم قبل كده لان ما كناش بننام في اوضه الاطفال، ما نمتش غير في ولاده ابني الاولى بس. وكنا فرشت اللحفه، واللحفه كان معاها دفاياتها يعني، فما نمتش في الاوضه كتير. وبعد كده رحنا نمنا في اوضتنا تاني. فهفرش دي برضو بالصدفه طلعت رسومات ميكي ماوس باينه عليها اهي. بصوا اهي. هفرشها وهوريها لكم برضو بعد ما تفرشوا. بعد ما هرصيت هدومه بقى القديمه، دي الهدوم الجديده بتاعته اللي جاياله. كان دي هدوم الشتوي، في جايله وفي احنا شارينها يعني. دي دفايات انا كنت شاريهم له السنه اللي فاتت، ما كانش لبسهم لسه اهو. دفايتين كنا في مرسى مطروح وجبتهم له يعني. كانت الواحده عامله 35. جينا نجيبهم بقى من هنا، كانت الخامه كويسه يعني اهي.
دي شكل الدفاية، والتانية زيها بالظبط اهي. جينا نجيب بقى زيها من هنا، لقينا الخامة بصوا تحسوها ورق خالص، غيرها خالص وكبيرة بقى. مش عارفة صراحة هتيجي على قده ولا لا، يعني الفرق شاسع بين دي ودي. بصوا حتى من البنطلون، من رجل البنطلون باينة اهي، وادي ما اهي برضو مقاسها هفردها لكم. بصوا الفرق تحسوا يعني واحد وباباه ولا واحد واخوه، حاجة زي كده يعني، اخوه كبير. فدي دي بس اللي جاية ايه على قده. فمش عارفة ممكن دي تيجي على قده برضو، يعني على اخر الشتاء هحاول اتنيها له او اقصرها له، ممكن مش اعملها له خالص يعني. وفي برضو دي، ده كان سويت شيرت ب15 جنيه. بصوا عامل ازاي، ما ده كان فرصة يعني، كان عربية وبتبيع اي حاجة ب15. هو ده الحاجة الوحيدة اللي لقيتها تيجي على قده يعني، كان هدوم اطفال، ده كان اكبر حاجة. وده برضو ده اللي كنت وريته لكم في الهدوم بتاعته، ده اللي بابا جايبهوله، قميص اللي جايهوله من السعودية. وده تريننج انا لسه شاريهوله برضو السنة دي، ده ب70 جنيه. ده برضو مبطن من جوه، ده انا جايبه من بتاع الجملة طبعا، ده بره مش اقل من 150 جنيه. بصوا تقيل جامد من جوه يعني، في بطانة مهير من جوه. وهو يعني يلبسه السنة دي والسنة الجاية. وبرضو هو ده الطقم ده جايله، هو الواد ده مرزق يعني ما شاء الله عليه. وفي برضو جايله ترنج اهو، بس الترنج ده كبير عليه قوي يعني، باين من المقاسات اللي قال ان هو يلبس شحوطه، مش طفل عنده 4 سنين ولا 3 سنين، كبير جدا. فده برضو هنعينهوله، ممكن اعينهوله يعني مع الدفايات ما يلبسهمش. طبعا بقى انا رصيت الدولاب، رصيت له هدومه، ودي لعب ورا هي وقعت وانا بطلع الترنج بعد ما حطيته. فهكمل تظبيط بقى وايه، ورص بقيه الهدوم تحت. هحط الخروج اللي هي اللي هيخرج بيه، وفوق بقى ايه الترنجات، الحاجات البيتي كده يعني، اللبس الداخلي. والدولاب التاني فاضي، ده بتاع اخته ان شاء الله لما تشرف بالسلامه نبقى نحط لها فيها حاجتها. حاطه فيه شويه كراكيب وحاجات البيبي يعني، بس بتاعت ابني الاولانيه، فعشان ابقى مجهزاها يعني في اي وقت، في اي حاجه، في اي لحظه يحصل حاجه ولا كده يعني. بصوا ده شكل الدفايه مفروده، انا حبيت احطها زي ما قلت لكم زي الغطا كده، لان ما حدش هينام عليها، فمش هفرشها يعني، بحيث ان لو حد مثلا حب ينام يقيل الظهريه ولا حاجه. بص طلعت وشين كمان يعني، تمشي على الرسمتين، الرسمه اللي قدام واللي ورا، مش عارفه مش جايه كده يعني، ماشيه وشين، هي الدفايه وشين. حاجات المجد عامه حاجاتها كويسه، وانا بتهيألي اخر ما نجهزه في المجد يعني، المجد ما عادتش بتنزل حاجات، فانا هفرشها زي البطانيه. انا حبيت اوريكم شكلها قبل ما احط المخدات وكده. هكمل بقى بقيه السريرين وهدوم ابني، واوريكم ايه اللمسه النهائيه بقى للاوضه بعد ما اتفرشت وافرش السرير. طبعا انا كنت بقول زيكم ان الاوضه خلصت، لا كان في بلاوي لسه بره اهي، جبتها رصيتها برضو. وده بيت الكور بتاعه لامم فيه زبالته ولعبه وكده كده. انا جايبه له باسكت للعب اللي هو اللي بيتغطى ده، اللي هو نفس القماشه بتاعت بيت الكور. هلم فيه بقى بقيه الحاجه دي وكده، وهجيب له كمان واحد، لان واضح ان الحاجه دي محتاجه 2 3 كمان يعني معاه. دي كده بقى عشان هي المفروض ان بيت الكور ده كان بيلعب بيه بره، فانا بقى هدخلته جوه عشان يعني يبقى يلعب في اوضته هنا، يتفرد هنا كده يعني. ممكن افرده له هنا يبقى يقعد بيه يلعب بيه هنا بقى، عشان يبقى في الاوضه هنا. طبعا الاوضه ما بقتش مش عملت شتويه قوي يعني، هو مفيش غير الدفات فيها، ما نزلتش لحافه ولا كده، بس لسه بقى ان شاء الله ايه على الولاده يعني. هنطلع بقى. خلصت كده اوضه الاطفال وفرشتها اهي، فرشت الدفايات زي ما قلت لكم كغطا كده بس يعني. هو ما حدش بينام في الاوضه هنا، بس انا حطاها كده في الاوضه حد حب ينام ولا حاجه كده يعني، منظر يعني. برضو زي ما طلعت بص سبحان الله كده جت بالصدفه، كله ميكي ماوس ميكي ماوس، حتى السجاد كله ماشي مع بعضه مع الستاير اهو.
وحطيت له المصليه بتاعته هنا. المصليه دي كانت بتاعتنا وانا واخواتي واحنا صغيرين، كانت صغيره كده مثلا صغيره. هو لما راح هناك بقى له كام يوم كده، كان لما رحنا يصلي عليها فقلنا بقى ناخدها له يعني. طبعا اللعب بتاعته دي ملهاش مكان من كترها، مش لاقيينها مكان، مش هبقى عارفين نعينها فين، هنبقى نتصرف لها يعني في مكان لسه. وده السرير ان شاء الله هبقى اغسل بقى الحاجه دي، البطانيه نضيفه هغسلها برضو بتاعه الاطفال عشان كانت مركونه وكده، وهغسل السرير بقى واظبط الدنيا. وعايزين نعين الخروف ده، مش عارفه نعينه فين. والكركبه طبعا بتاعه النيش والحاجات دي لسه ما صلحناهوش. ودولابه كده اترص اهو، رصينا الهدوم والحاجه اهو خلاص. دي اللكاليك بتاعته بتاعه الشتاء، والكيسه دي كان جنبه الترنج. هنا بقى دي الفوط والملايات، وهنا كان مكان الدفايات، وتحت دي الكسوات اللي هي بتاعت اللي انا جايباها معاكم في المشتريات بتاعت اللهم صل على النبي. السراير دي بقى مش قلت مش فرشها لما ان شاء الله يعني ايه ما اجي اولد، ما هي ملهاش لازمه، لان انا اصلا السراير بتاعتي عليها المشمع بتاعها لسه. وغير كده مش بننام عليها يعني، الحمد لله ابني مش بيعمل بيبي هو نايم على نفسه، فده مساعدني يعني ان انا ايه ما اعملهاش. ودي برضو ايه الضرفه بتاعت البنوته لما تشرف باذن الله، وريتها لكم انا كده. الاوضه خلصت خلاص. لمعت بقى الخشب والحاجه وفرشت السجاد اهو. السجاد طبعا مطبق لسه، مكان ما كنت يعني عاملاه ركناه، هيفرد مع الوقت مع المشي عليه وكده. وده الديسك بتاعه اللي بيذاكر عليه، وده الشنطه بتاعت اللي هناك دي الشنطه بتاعت بيت الكور بتاعه. وادي الكومودينو، وده الباسكت. وهنا في الكومودينو حطاله الجزم بتاعته. طبعا هو بيلعب في الحاجه وبعد يبهدلها. ده عايزه بقى برص واشوف اللي صغر عليه واللي لسه كبير وكده، لانه كل سنه بلاقي حاجات تانية صغرت يعني، عشان نتخلص منها او نشوف اللي هينفع يتعين لاخته او كده. كده الحمد لله تمت الاوض بنجاح. انا عملت الاوض الداخليه بقى لسه الصاله يعني، واوضه الركنه بتاعه الضيوف. ودي المكنسه بتاعتي هنا عم مخبيها ورا الباب هنا. طبعا الملايات طلعت الكسوه صغيره بتاعه الخداديه، باينه اهي في الصوره انها صغيره. مش عارفه اول مره اول يعني طقم يعمل معايا كده يعني، فمش مهم. كده كده مش بننام عليها ونبقى ان شاء الله بقى ايه اغيرها يعني ايه كمان اسبوعين 3 كده ولا حاجه. كده انا خلصت. نطفي بقى النور. ادي الاوضه اشباح ده شكلها بعد ما خلصت اهي. هقفلها بقى. وادي الدولاب اهو، ودي الحاجه بتاعته. هي دي احلى اوضه في الشقه كلها. مبسوط هو ان هي خلصت. نروح بقى نشوف هنعمل ايه تاني بقى بره بقى. هنا بقى اوضه الارج. هكنس وهمسح، وهشيل مفرش السجاد ده اغسله، وافرش بقى السجاده تحته، وهفرش السجاد اللي هنا لان الدنيا بدات تسقع. فالمفرش لوحده زي ما انتم شايفين المكان ده فاضي اصلا. الاوضه دي فاضيه ما فيهاش غير النيش، وحتى النيش ما اتفرشش، والصف والجزامه وقفص العصافير ده كمان هحاول اشيله برضو عشان مبهدل لي الدنيا. بس المشكله ان الجو وحش زي ما انتم شايفين. بصوا الدنيا مغيمه على طول، خايفه عليهم العصافير بره يعني ان يجرى لهم حاجه. فهشيل بقى المفرش وهفرش تحته السجاد وهنضف الدنيا، وهجيب لكم بقى ايه النتيجه النهائيه. وانا بظبط عايزه اعمل شويه ديكورات كده، هجيب لكم النتيجه النهائيه بعد ما اخلص يعني. انا كده بقى النهارده ده كده تاني يوم بعد ما كنت خلصت ولمعت الحاجه وكده. جبت السجاده فرشتها، والمفرش اهو كان اتغسل بقى ونضف، فهفرشه. فانا حطيت السجاده بقى في النص، وهحاول احط المفرش عليها وسطنا عشان يعني ايه نداري الفراغ ده. طبعا الفراغ ده كان المفروض يتحط فيه ركنه وكده، بس مفيش حاجه بقى بتقعد لبعد الجواز دي، مفيش حاجه بتعمل بعد الجواز، بتبقى اولويات كتير. هو انا عندي ركنه تانية وهي دي صاله فاضيه كده يعني. فهفرش بقى واحط عليها السفره
ونعمل شويه ديكورات كده مع بعض. انا فرشت المفرش هنا، حاولت اوسطنه في الصاله على قد ما اقدر اهو. فرشته طبعا. العصفور ده مش عارفه له مكان اوديه فيه، ودي انا حطيتها هنا. دي كانت ورده كده انا شارياها، عملتها لكم في الفيديو بتاع الديكورات اهي. بصوا هو ده الباسكت اصلا، انا حاطه 2 باسكت صغنن هنا يعني. ده باسكت عادي ودي اهي. دي كانت كده لان انا كنت بشتري ورد وحاجات، وبعدين لقيتها عند بتاع الورد كده فخدتها منه ب10 جنيه تقريبا يوميها. قلت على اساس مثلا ايه يعني ممكن اقطع منها ورد او كده، وبعدين جه في بالي ان انا ممكن احطها بحالها في بتاع زي كده عامله زي الصباره. بصوا شكلها حلو قوي. وهنا عملت ركن الصلاه، ظبطته، حطيت فيه المخده دي. انا كنت حطاها في الركنه بس هي مش ماشيه مع الركنه بتاعتي عشان احمر وكده، فانا حطيتها هنا هتلاقوها ماشيه مع. بصوا وماشي الستاير، وهنا بقى المصحف بتاع الاذكار اهو. دي فيها اذكار الصباح والمساء والحاجه بتاعت الايات اللي المفروض تتقال بعد كل فرض يعني اهي. هفرش بقى، احط السفره وارجع لكم تاني. دلوقتي انا عايزه بقى اعمل ديكور. انا عايزه ادخل يعني ناويه اجدد واعمل ديكور ذهبي كده، بحيث ان اصلا يعني انا عندي مثلا الشقه فيها بني في اصفر مدي على ذهبي، فانا عايزه الديكور يعني ايه يكون جديد بقى، حاجه جديده، فاعملها بستايل ذهبي. اللي ساعدني كمان على الفكره ان انا كان جايلنا علبه حلويات المولد، وبعدين ايه اللهم صل على النبي. ايه بصوا طلعها لكم. العلبة عجبتني شكلها، لونها ذهبي كده، شكلها حلو. انا قلت ممكن استغلها في حاجة، فشفت الصواني بتاعت ايكيا والحاجات دي فقلت ممكن استغلها، فحاولت اجيب اي حاجة بقى بلونها اصفر او ذهبي. بس هي القاعدة بتاعتها بصوا بقى ضعيفة جدا يعني، مش مريحاني. بصوا بترقص كده، فدي نتيجة عندنا قديمة. قلت هظبطها عليها يعني، ظبطتها. وجيت من هنا كان في بصوا دول كان كبير شوية يعني، حوالي مثلا نص سنتي يعني، حبة قد المسافة دي. فانا قطعتها بسكينة وظبطتها بحيث انها ايه تدخل جوه هنا. هفك بقى هفك دي الكرتونة دي عشان ايه يعني ايه اثبتها لها قوام من تحت كده. هفكها بقى واوريها لكم بعد ما ركبت. هي بصوا بتتفك عادي اهي، انا حاولت افكها قبل كده لقيتها بتتفك، فهي تتفك وتركب من تحت زي بطانه كده، بس تثبيته ايه قاعده ليه. وبعد كده هوريكم بقى شكلها. بصوا انا فكيت بس جنب واحد، البتاع سهله جدا اهي. فكيت جنب واحد بس وايه وعملتها هنا، وهركبها بقى تاني زي ما كان اهي. من هنا كده تركيبها سهل جدا اهي. هي طبعا مش هتلاقوا الصينيه زي شكلها الاولاني، الله اكبر الله اعظم، بس ايه يعني نوعا ما احسن. بصوا تقلت كده بقت ماسكه نفسها تشيل اي حاجه، انما الاول كانت ضعيفه ما تشيلش حاجه خالص يعني، كان كرتون ضعيف. هرجع لكم بعد الاذان بس على ما يخلص. زي ما قلت لكم انا عملت الصينيه اهي، ثبتها، عملتها زي الصينيه كده بتاعه تقديم بتاعه ايكيا. ممكن احط فيها حلويات على فكره، او اعملها صينيه تقديم، وممكن كمان ان انا احط فيها ديكورات. فانا جبت كل الديكورات اللي ماشيه بقى مع الديكور الشتوي والحاجات دي. الذهبي كل اللي عندي يعني من اللي انا جايباه، او بني او لون كافيه او كده. وهي انا ممكن على فكره حساها دي مش هتثبت، فانا ممكن اعملها برضو بلزق يعني، او بغيرها يثبتها، او شمع. هنا بقى المفرش، انا عندي المفرش اللي هو الشبيكه اللي هو اللي هما دول، بس دول فضي بقى، فانا مش عايزاه. انا دلوقتي عايزه المفارش الذهبي، فانا مش عايزه ده، عايزه حاجه تكون ذهبي. فانا مش قدامي غير ان انا مثلا افرش البطانه تكون مثلا بني او لون تاني، واحط عليها ده انا كنت بحطه اهو. ثواني هوريكم ازاي كنت بفرش اي مفرش يعني، وبفرد ده عليه كده بجنب زي ما هو واضح كده اهو اهو كده. او ممكن احطه مثلا في النص يعني، اسيبها ازاز زي ما هي واحطها في النص كده، بس طبعا هيتفرد شويه يبقى كده مثلا يعني. او ان انا مثلا هحط مفرش تاني، عندي قماشه كده لونها اصفر
هحطها برضو، بس مش عارفة حاساها مش هتبقى كويسة ليه يعني، عشان هيبقوا كله اصفر في اصفر، فهوريها لكم برضو. اهي دي القماشة اهي بعد ما اتفرشت، دي لونها اصفر، ده شكلها كده اهي. بس مش عارفة حاساها تبقى فاقعة قوي مثلا دي مع دي كده يعني. بصوا مش عارفة بقى، محتاجة بقى حاجات تكسر اللون يعني. هنجرب مثلا دي اكتر علشان شكل الازاز بايخ نفسه من تحت، هيبقى لو عملت المفرش التاني اللي انا وريته لكم الاول هو ده هيبقى فاتح قوي، فهيبقى بايخ، فمش هي... هيبقى لوحده يعني على الازاز، مش مستلطفاه برضو، فعايزه حاجه تحته مثلا فاتحه، فانا ما عنديش مفرش يعني. فانا بقى ايه هحط دي، هجرب كده مثلا معاكم. هو انا ممكن احط ده، نستنى الاذان طيب. بس شكله حلو عليه. ده طبق الفاكهة انا طلعته من الحاجة بتاعتي اللي متعانة بتاعت النيش. بس للأسف مش عارفة يعني، هو لوحده مش هينفع برضو، محتاج حاجة. ممكن احطه مثلا يكسر اللون، واحط دي جنبه زي ديكور كده اهي. اهي. واروح حاطة الحرف ده مثلا، جايبة حرف هنا اهو كده. بصوا شكلهم لذاذ مع بعض يعني. انا كنت لما بقى كل الديكورات اللي ممكن مثلا تليق زي ده كده، دي عربية هي لونها هي زي نحاسي كده في العلبة دي. طبعا الحاجات دي انا عايزاها مثلا تتحط هنا كده اهي. في دي انا كنت جايباها من مرسى مطروح ووريتها لكم في المشتريات اهي مثلا. في برضو الجمل ده، دي حاجات يعني ايه، انا كنت لماهم عشان مثلا الديكور، بس ده كده هيقلب على ديكور ايه بدوي شويه. فانا مش عارفه، ممكن ندخل اي حاجه لونها اسمر مع الديكور. بصوا انا محتاره في الديكور، مش عارفه اعمل ايه. جبت بصوا كل الديكورات اللي هي اللي كده يعني، اللون اللي ممكن يمشي مع البتاع ده. هو انا مش هينفع احط المفرش الصغير ده، لان زي ما قلت لكم يعني احنا نستثني فكرة المفرش ده. موضوع الازاز ده هيدي ايحاء بالسقعة، ده حلو في الصيف ان السفرة تكون مكشوفة، انما في الشتاء تحس الواحد ما فرش ده اصلا الالوان ده احساس بالدفى كده. دي الوان الشتاء والوان الدفى، فانا خلاص المفرش ده اللي هستقر عليه ان شاء الله. بس بقى الحاجات دي انا البتاعه دي انا كنت جايبينها من مرسى مطروح، كنا لاقيينها كده يعني، هي خوص كده، فانا عايزه بعمل فيها فكره، او اشيل اقص البتاع ده منها الحرف ده واشيل ده، اعملها مثلا زي كوستر او قاعده كده يعني. مش عارفه انا ممكن برضو استغنى عن الحاجات دي، هو الحاجات كتير وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا مش هحطها كلها بس مش عارفه اعمل ايه. من ضمن برضو الديكورات اللي ركبتها، ركبت ده اهو. ده لونه تقريبا كريمي كده. انا خليت جوزي دقلي مسمار وحطيته هنا، هو مكانه هنا اهو، شكله حلو في العمود يعني اهو. ده هيمشي بقى مع الديكورات تبع الشتا يعني. مش عارفة بقى اعمل ايه هنا. بفكر مثلا يعني لو سيبنا دي كده وشيلنا طبق الفاكهة ده، حطينا دي مثلا، مش عارفة دي لا، هعمل حاجة كده وارجع لكم تاني. بصوا كده يعني اهو. مش عارفة حاساه مثلا، مش عارفة هيبقى حلو ولا لا، انتوا ايه رأيكم اهو. اهو حاسه ان الحاجه جوه الصينيه كتير برضو يعني، هما بصوا انا حطيت جبت شمعتين هنا وهنا اهو، فمش عارفه حاساهم يعني كتير زي ما قلت لكم كده الحاجه مش عارفه محتاره. انا عايزه احط الاسمر عشان يكسر يعني، المفرش فيه اسمر فانا عايزاه عشان يكسر بس اللون. بصوا انا كده خلصت اهو. ده اخر كلام يعني، انا استقريت على الديكور ده كده اهو. انا هحط بقى الورد هنا وهنا كتغيير، وحرف الايه وهنا الجهاز المعطر وهنا شمعة. ده هيش جوزي كان جايبولي اهو، وده وقع منه وقلت احط الشمعة فيه تنور فيه، وهنا دوت الحرف بقى وكده، وهسيبه يعني وهشغله. في حاجة بقى تانية عملتها، في دي صفيحة سمنة حطيت فيها رملة وزلط كده من على الوش اهو. ورحت جايبه ايه ده الهيش اللي جوزي جايبهولي اهو، اللي بيعملوا بيه ديكورات
هو يعني بيجيبوا، كان جايبه من ارض زراعيه، بيقول بيبقى طالع كده لوحده يعني. ده بيتباع بره مش عارفه فرع ب15 جنيه ولا ب25 حاجه زي كده. ودي كان فرع ملوخيه ناشف، فانا جبته وحطيت عليه الحاجات دي. كنت مشتريات جايباها لرمضان يعني وما صورتهاش بس. يعني مش نزلت الفيديو بتاعها، هنزله لكم في ان شاء الله على رمضان يعني. بصوا شكلها، هي مش باينه كده، شكلها حلو بس في الضلمه بتبان اكتر. ودي حطيت بقى معاه فرعين هيش. هو الفرع الهيش ده زعلان شويه، مش عارفه ليه، ايه اللي قوسه كده ولا ايه اللي كسره. دي حاجات طبعا مش كلهم هيتحطوا هنا، ده انا حطاهم كده مع بعض يعني. ودي برضو حاجات لقيتها بتستخدم في الزينه، مش عارفه هو قال لي ده ايه صراحه، انا مش بفهم في الزرع والحاجات دي. انما دول انا شارياهم. دي افرع جاهزه كده اهي. انا شارياهم من اللهم صل على النبي، بتاع عندي بتاع الورد الواحده بجنيه. حطيت بقى ايه دول 3 هم اللي هم ده خوص. وبرضه هو اللي قال لي خوص كده بتاع مش عارفه باين، قال لي بتاع القفص ولا بتاع النخل ولا ايه مش فاهمه يعني. وحطيت منه هنا في الورد اهو، في كل ورد عندي حطيت منه. دي ممكن اسيبها كده زي ما هي مثلا كبتاعه ورد يعني لوحدها. وده برضه هو اللي جايبهولي، قال لي بتعمل زينه برضه يعني، شكله حلو في الزينه. هو شاف الحاجه وجاب لي منها، قال لي دي حلوه يعني في الزينه، تستخدميها في الزينه، عشان عارف ان انا بحب الورد والحاجات دي. القماشه دي انا نسيت اقول لكم بقى، انا دي جايباها. كانت هي مش مفرش، هي قماشه. كان عليها عرض، يعني بتاع القماش، محل بتاع قماش عامل عليها عرض المتر ب20. هي قطيفه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعدين عجبني شكلها، هي وواحده تانية، فانا جبت مترين منها ومترين من التانية اللي هي دي اهي. بس زي ما قلت لكم انا حسيت ان دي فيها الوان كتير مش هتمشي مع الصالة هنا. زي دي ماشية مع الوان الصالة، اللي هو يعني المفرش والدهانات يعني وكده يعني ايه في الصالة دي نفس الالوان. فانا بقى جبتها، قلت لعل وعسى يعني تنفع في حاجة. ما جاش في بالي ان انا اعملها يعني مفرش ليا. هي انا قلت ممكن تنفع كفرات، كسوة لاي حاجة. ما جاش في بالي انا ممكن احتاجها في هنا يعني. انا كنت عايزه اعملها مثلا كمان للبف او كده. فقلت بقى ايه دي هتنفع بس لحاجة تانية يعني. ما جاش في بالي ان انا اعملها هنا، وهي ماشية مع الدنيا هنا خالص يعني. فانا زي ما قلت لكم سبحان الله بقى، هي جت معايا كده يعني. انا مش جايباها انها مفرش للسفرة بتاعتي اصلا، لان هي كبيرة. هي عرضها 1.5 متر في مترين، فهي كبيرة مغطية السفرة ومعوماها كمان. فهي انا ممكن برضه احطها يعني المرة دي كده وبس، اشوف لها اي حاجة تانية اعملها بيها. هما دول اصلا اهم حاجة في الشتاء يعني. دول اهم تجهيز في تجهيزات الشتاء كلها بقى كده بقى، عشان خلاص بقى ايه يعني ايه كده الشتاء دخل رسمي يعني. لان الشباشب ما عادتش جايبه نتيجه، فلازم نطلع دول بقى. دول روحي، دول انا وريتهم لكم في المشتريات بتوع الشتاء. انا كنت جايبه تقريبا منهم 10 يعني، غير اللي جايين مع البورنوس بتاعي. طبعا في حاجه نسيت اقول لكم عليها، بما ان خلاص بقى الشتاء دخل، طلعت الكروكسات اللي انا كنت شاريها معاكم دول، اللي هم دول اهم. طلعت بتوع الاتنين، واحد ليا وواحد لجوزي يعني. وابني بقى يبقى يلبس بتاعه اهو، عشان لما يجي من شغله يلاقي ايه بتاعه موجود. مم. طبعا بقى عشان السقعة وكده، وعشان الدفة، وعشان برضو ايه نمشي بيه على السجاد. انا منعاهم يعني يمشوا بالشباشب على السجاد، بس ده مسموح بيه لانه ده زي ما انتم شايفين ده فل من تحت اهو، فنمشي بيه عادي. بص ده استكمالا للديكور الذهبي. ده فرع كور، برضو بتاع رمضان. طبعا الحاجات دي مؤقته، انا مطلعها بحاجه رمضان بس مؤقته، وهعمل هاخدها ارجعها تاني. حطيت بقى ايه واحده من السنابل دي على واحده من الفرع ده اهو. حطيته في الفيشه جنب الباب هنا في النيش. بس هو فتره مؤقته كده يعني، على ما نبقى نركب الازاز وكده. وركبت البتاع بتاعه المفاتيح اهي. وادي كده خلصت الديكور هنا اهو. البتاع دي ترابيزه، دي طبليه صغيره كده جايبينها يعني عشان ناكل نذاكر عليها كده. وادي الشجره اللي انا عاملاها من بعيد، هطفي النور بس اوريها لكم. طبعا هي مش كده كامله، ده انا بس كانت تجربه
لسه عايزة بس ادهن الصفيحة دي واظبط الشجرة والشجرة كمان عايزة ادهنها، يعني ممكن اديها لون ابيض بس يفتح وينطق المكان. وده الشكل اهو النهائي للسفرة، خلصتها اهي. هنا بقى الجزامة. حبيت بقى ايه ادخل لون ازرق، اللون الازرق ده طالع موضة حبيته يعني، كان عندي القماشة دي مش بستخدمها قطيفة يعني، فحسيتها هتبقى حلوة بقى مع الحاجة دي. استنوا انا مش عارفة اللي محطوط فيها ده. دي اللي انا كنت برضو شاريها معاكم في مشتريات مطروح، الحاجة بتاعت دي اباجورة الملح الصخري يعني. هشغلها لكم برضو اوريها لكم وهي شغاله. ودي بقى اللي انا عاملاها ولسه الفيديو بتاعها مش نزل في الجروب، قصدي في لسه مش نزل على القناه، هو اصلا يعني تايه مني، بحاول اجيبه لكم تاني. انا اللي عامله يعني دي ايه، ده رمل ملون. ادي ده شكلها. حطيت بقى شجرتين الكريسماس بقى عشان راس السنه وكده، كل سنه وانتم طيبين. والجراموفون ده انا حاطاه من زمان، هو والتليفون ده. طبعا الديكورات عندي هتلاقيها كتير كده، معلش انا بحب الحاجات دي يعني. اهي هشغل لكم بقى، هطفي النور واشغل لكم واوريكم الاضاءه النهائيه يعني والشكل النهائي. دي شكل الحاجه هنا اهي. طبعا السلوك دي منظرها سخيف بتاعه النت والراوتر والحاجات دي. ادي الشكل اهو. وقفز العصافير ده والله مش عارفه اعمل فيه ايه، خايفه اطلعهم تاني في الساعه دي يجرى لهم حاجه. هوريكم بقى الشكل النهائي في الاضواء الخافته يعني. كده ده الشكل النهائي اهو في الاضواء الخافته اهي. بعد ما طفيت كل حاجه بقى، انا نسيت اشغل الحرف، بس لعلمكم يعني هو تشغيله مش ليه اي لازمه، علشان الاضواء بتاعته مش زي مش ماشيه مع الجو خالص، هي بيضه مش صفرة يعني. بصوا شكله اهو مش لطيف قوي يعني. بص انا عكست الدنيا كده، حتى مداري على الاضاءه دي، فانا حاساه مش حلو يعني، مش ليه لازمه ان هو ينضاء، هي كفايه شكله بس ماشي مع الديكور وخلاص. اهي هو كده شكله احسن مع الاضاءات الخافتة. شايفة ان شكله كده احسن يعني مع الديكور الخافت اهو. ان لو كان اصفر كان هيبقى شكله احلى اهو. وده الدنيا كده هادية. ده طبعا ده برضو اعمل اضاءة الناحية دي كده، هي حاجة بسيطة كده بس الواحد بيفرح بيها نفسه يعني. ان شاء الله بقى نعمل ديكورات حلوة على رمضان والعيد. وهنا انا خلصت فرش. دي برضو الطرقة هنا اهي. طبعا شقتي بلاطها باين شويه. انا ما كنت لما اتجوزت كنت بجيب، ما بحبش انا النوع الناس اللي بتغطي السيراميك بتدهنه سجاد ده، بس الشتا كل مدى ما بيسقع، ولو خصوصا في اطفال فلوحدك هتضطري غصب عنك يعني تجيبي السجاد او حافظات على الاقل زي دي. انا الحافظات دي انا داخله بيها بتاعه الارج وبتاعه دي اهي مع الاضاءه الخافته اهي. اهي شفتوا بقى دي كده شكلها احلى اهي. انما انا شايفه ان بتهيألي لو قلت الحرف يعني هيبقى شكله مش حلو. كده انا خلصت هنا، ما فاضلش بقى غير اوريكم الركنه، التقفيل النهائي للركنه. انا عملت اوض النوم والاطفال ودي الارج، مفاضلش غير الركنه بس وخلاص بقى. يبقى كده خلصنا من ديكور الشتاء، ومش فاضل بقى ايه غير ان احنا بقى نبقى نعمل تجهيزات الولادة على السريع كده يعني، لان هتبقى الدنيا نظيفه. انا عندي مفيش بهدله ومقفله على طول، فالدنيا نظيفه زي ما انتم شايفين اهو. ودي بجورة الملح هي بنات، حبيت بس اوريها لكم عن قريب وهي في الضلمه شكلها تحفه تحفه. وبجد يعني انا حاسه ان تاثيرها رهيب بجد يعني. انا جربتها زي ما كنت قلت لكم في المشتريات، حاسه ان تاثيرها فظيع يعني والله. بطل الطاقه السلبيه فعلا، قريت عن الملح وقريت عنها كتير، ادخلوا اقروا عنها هتلاقوها فعلا ليها تاثير يعني كبير. طبعا أنا نسيت اشغل شجرتين الكريسماس دول هما كمان، هشغلهم لكم اهم. ده شكلهم اهو، ده شكل الحته كده والدنيا اهي.
هنشوف بقى ايه اللي عليه الدور، ما بقاش غير الركنه بقى، نخش عليها ونشوف ايه ايه اللي هنعمله فيها وايه اللي باقي فيها. هي عشان بس فيها شغل كتير هي اللي سبتها للاخر. انا كده خلصت اهو فرش الركنه بقى. طبعا معلش صورتها قبل والمقطع اتمسح وانا بروقها قبل يعني وبعد، معرفش راح فين، اتمسح تقريبا غصب عني يعني. حاجات كتير بتتمسح كده مني مش عارفه ليه. المهم يعني خلصنا بقى كده ده روتين الشتا بقى كده. كان نفسي اجيب لها بياضات بس ما لحقتش اعملها لان خلاص على وشك يعني ان انا اولد وكده. اهو عملنا الكفرات اهي سوا اهي، وزعفت الحيطه والستاير وفرشت المفرش. هو المفرش كان مفروش، قلت بدل ما اشيله لان احنا معظم قعدتنا هنا فحطيت السجاده هنا عشان مثلا يعني تبقى ايه هي السجاده سميكه عن المفرش، لان حسيت المفرش بيطلع بروده جامده لينا واحنا قاعدين، والشتا السنه دي مش عارفه فيه ايه يعني. فحتى طلعنا كمان الدفايه بقى، قلنا عشان نتدفى وكده. وابني ايه حط الدبدوب ده هنا، قال لي حطيه، قلت له ماشي. انا عارفه انه مش ماشي مع الركنه بس اهو حطيتهوله كده يعني. ودي مخده كده كنت انا عاملاها زي تكايه كده، والكسوه بتاعتها كان قماش عندي وانا اللي عملته لها، حتى هتلاقوه ماشي مع الركنه اهو، ماشي مع الالوان. انا كده خلصت. وده بقى اللي عملت، حطيت هنا الديكورات دي ده كان ورد جايباه اهو، دي اهي، دي كنت جايباها مع الديكورات يعني الحاجه علشان تجديد البيت وكده. ودي الجوهره انا كنت جايباها معاكم وريتها لكم في المشتريات مع الحاجه اللي انا كنت جايباها من القاهره. وحطيت شمعة حمراء في النص. والمفرش ده انا كنت شاريه برضو جديد، لسه فرشته في العيد بس مره وبس. وده حامل الريموتات، ودي علبه المناديل اهي. وهنا بقى الدباديب زي ما هي، وحطيت عجله الورد دي برضو شارياها مع الورد والحاجات دي. ودي الكوشانات دي انا اللي عاملاها مع المخدة الورد والمخدة الهلال اهو. في حاجات تانية لسه عاملاها بس برضو يعني ايه قلت لسه مش هتطلع دلوقتي، مش ليها وقتها يعني. انا كده خلصت اهو. حطيت بقى الترابيزة ورا بتاعة الركنة بحيث مثلا لو حد جه يبقى قاعد ورا واحنا مثلا قعدتنا قدام والبهدله. وعندي موكيتة كده هفرشها على السجادة برضو عشان ما تتبهدلش، ولما حد يجي مثلا ابقى اشيلها ولا كده عشان بس احفظها من البهدله. ادي كده شكلها اهو. ودي الحروف عندي انا كنت حطاها في الارض هنا بس حسيتها زي ملطش كده، حسيت ان هي الخلفيه ليها هنا احلى اهي. بصوا بس الشموع دي انا يعني مش بتاعتها، هشيلها. الشموع مش ماشيه مع عليها يعني. وده بقى حطيته بابا نويل او سانتا كلوز علشان شهر 12 بقى وراس السنه وكده. جوزي كان جايبهولي عشان راس السنة يعني، كنا خارجين سوا جابولي. والشموع دي كنا جايبينها قبل كده بتنور يعني وكده برضو اهو. اهو يا رب كده يكون بقى الفيديو عجبكم وتشجعتوا معانا لروتينات وترويقات الشتاء. انا اتشجعت وقمت عملت، تشجعوا انتوا كمان يلا وقوموا اعملوا معانا. الشتاء داخل بقى وعايزين بقى نجهز نفسنا للسقعة. انا فرشت كل الشقة كده، كل اوضة خلصتها ووريتها لكم. رشيت المعطر، هو فاضل هنا بس رشة المعطر وخلاص. ويبقى كده انا ايه الحمد لله يعني كفارة. فاضل لسه بقى ان شاء الله على الولادة هروح شايلة الكسوة واغسل المخدات والحاجات دي وهشيل بقى وامسح تاني، بس يعني هيبقى بقى خفيف، حاجات خفيفة يعني. بس الوضع هيفضل زي ما هو، وكل الديكور وكل حاجة يعني والمخدات وكده زي ما هي للولادة. دي كده شكل الركنة بتاعتي اهي اهو. هنا حطيت الكوشن ده لونه بني، فانا مش لاقي على حاجة في الركنة فرحت حطها على الكرسي هنا. ودي السجادة الشاج الورد. طبعا السجادة الشاج ده شكل بس يعني استغفر الله العظيم في تنظيفه صعب ومتعب جدا. انا كده اكون خلصت معاكم الفيديو، يا رب يكون بقى عجبكم. مش تنسوني باللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيها، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصوا الكوشن دي برضو انا اللي عاملاها، انا اللي عاملاها بالخيط كده يعني، هي دي بتاعت الركنه وانا عاملاها بالخيط على ايدي كده اهي. بصوا كأنها يعني ايه، عيون وبق عيون نايمة يعني، رموش اهي، مش باينة علشان بس الشمس والإضاءة. وعلى فكرة بصوا الإزاز ممكن تفتكروه ملحمس، بس ده من تحت من الركنة، من تحت الترابيزة نفسها، علشان الترابيزة الإزاز مكسور، وكان أي بقى حاجة تقع تدخل تحت الإزاز يعني، فالإزاز مكسور من النص من هنا. ابني خبطه اول ما جينا وكسره، فاي حاجه بقى تقع مهما بص الواحد يمسح وخايفه انا اشيل الحاجه تبهدل الدنيا يعني، الازاز يتكسر وكده، مش اعرف ارجع الحاجه مكانها، على ما ان شاء الله بقى نبقى نغير يعني الازاز. بفكر اصلا ما غيروش واشيله خالص، ده لو الخشب هيستحمل. بصوا ايه رايكم بقى في الاحمر والاسود بتاعي؟ مش دايما الفواتح هي بس اللي حلوه يعني، ماله الاحمرات والاسودات. والكفر ده برضو انا اللي عاملاه.